السلام عليكم ورحمة الله. اليوم باش نعملوا برجر في الدار بالفرينة كومبلي. وجبة صحية مغذية لصغارنا بالكدا، خاصة كلمجة يعني، ولا كفطور صباح، ولا كعشاء، ولا كخارج، ولا ماشيين البحر، ولا أي حاجة، أي مناسبة. البرجر هذا بال 100% ناتوريل، حتى لي زانغريديون اللي فيه وسطه. أنا مثلا نحب الكومبو طماطم وسردينة، نحبه برشا. باش نبارطاجي معاكم ان شاء الله وصفة السردينة. عملتها في الدار، وباش نعطيكم باقي لي صوص ونبارطاجيها معاكم زادا كلها في الدار. نقصوا شوية، نحاولوا نقصوا شوية من ماكلة الشارع كلها مضرة. لهذا نستحقوا بول تتغطى، ناخذوا كيس ماء دافي باش نستعملوا شطر الكمية متاعو، وشطر الاخر باش نخليوه اوكا جات العجينة يابسة. باش نستحقوا خميرة فورية وعسل طبيعي. اللي يحب يعمل سكر ينجم يستعمل السكر على روحه. باقي المكونات شو تعرفوا عليهم في واحنا نحكيو يعني في الفيديو. حاجة نحركوا بها بالطبيعة. المكونات متاعنا كما قلنا كيس ماء، منستعملوهش الكل، نخليو منه شوية كما قاعدين تشوفوا، باش من بعد كي تجينا العجينة نحسوها يابسة برشا نزيدوها من الكيس هذاك. مغرفة لمغرفة ونص عسل طبيعي. واللي يحب يحط السكر كما قلنا يحط مغرفة متاع قهوة سكر. المكونات متاعنا بالكدا باش نحطوا معاهم الخميرة الفورية، نصبوها ونحركوا بالكدا حتى لين يتفاعلوا مع بعضهم. يسخطوا العسل يعني يتحرك بالكدا في الماء مع الخميرة باش يعاوننا ويطلع. كما شفتوا حركناها حتى نحطوها باش نغطيوها، نخليوها من ما أكثرش من 20 دقيقة، من 10 ل20 دقيقة. خليوها على روحها في كما قلنا مغطية تتفاعل، باش من بعد نكملوا عليها باقي المكونات. هذه هي الخميرة متاعنا. نورمالمون مادامها عملت الكشكوشة هذيك معناها راهي سي بون تتفاعل. خاطر فما خميرة تبدا نقولوا نحنا باردة، كيما تحطها كيما تلقاها ما تعمل حتى شيء، ما تعملش الفقاقيع هذوك، معناها راهي ماهيش حية. باش نحطوا مغرفة متاع قهوة ملح، كعبة ياغورت بدرجة حرارة الغرفة مش من الفريجيدير. واللي ما عندوش ياغورت ناتوريل تنجم تستعمل كيس حليب دافي شوي يعني تبدلوها. نجم نحطوا من 3 ل5 مغارف زيت، انا حطيت 3 مغارف. وابيض متاع كعب عظم، كعبة واحدة ابيض متاعها نحطوه معاها، والاصفر باش نخليوه نستعملوه في اخر بعد معناها فوق الخبز. نحركوا المكونات متاعنا بالكدا اللي يدخلوا مع بعضهم الكل. توا نبداو نحطوا الفرينة. هذيك فرينة كومبلي، تنجم تشريها صبة كيما تنجم تشريها باكوات. انا قسمتها على كيسين باش نعرف الكيس قداش يهز. الكيس يهز ابوبخي 125 غرام. نحركوها بالكدا، نقعد نصبوا كل مرة بالكيس ونشوفوا باش ما نعملوش برشا، ونقعدوا من بعد حايرين كيفاش باش نزيدوه. هذايا الكيس الثاني. الكيس الثالث انا ابوبخي استعملت 2 كيسين ونص، خاطر انا باش نعمل 4 كعبات. معناها احنا عائلة صغيرة باش نستعمل انا وراجلي وبنتي، معناها 4 كعبات كما قلنا راهو يشبع على الاخر. كعبة الخبزة ديجا تفطر عبد كبير معناها. نحطوا الفرينة متاعنا بشوية ونعجنوا، نلموا من الاول بالكدا المكونات الكل، ومن بعد نحطوا نعجنوها شويه. متسحقش برشا تعب ومتسحقش برشا وقت، والمكونات موجودة. نعملوا حاجة في ديارنا متأكدين من نظافتها، متأكدين من لي زانغريديون اللي حطيناهم فيها، متأكدين من كل شيء. نعطيو لصغيراتنا حاجة تصلح راهم أمانة في رقبتنا، وحتى لرواحنا معناها سبحان الله ربي بكلفنا بالأمانة اللي عطاهالنا، يعني صحتنا وصحة صغارنا. دو بريفيرونس نكونوا قد المسؤولية. هذا العجينة متاعنا بشوية بشوية نتبعوها، ما نزيدوش بالبرشا الفرينة باش ما نقعدوش نزيد الماء يزيد الدقيق، نلقاو رواحنا عملنا كونتيتي كبيرة واحنا حاجتنا جست بتريف معناها. هذه هي العجينة. متستحقش برشا وقت كما قلنا، متستحقش برشا عركان، ومتستحقش برشا جهد. هذه بعد ما خمرت حضرت العجينة متاعنا. طب باش نقسموها، نحطوا البلاتو متاعنا فيه شوية فرينة. تنجم تحط بابي كويسون وفوقه فرينة، تنجم تحط بابي كويسون هكا هاو
قسمتهم ل4 خبزات يعني. هذه هي الخبزة قد شنو توا كيما قلنا الأصفر متاع العظمة وشوية حليب اللي خليناه باش ندهنوا بهم من فوق. تنجم تحط فوقها فاح متاع خبز، انتي حرة. انا ما ياكلوهش معناها في داري دونك ما حطيتش. تنجم تحط شوية جلجلين، تنجم تحط شوية سينوش هاكا. ديجا هو فما فاح متاع الخبز خلطة تتباع، والا تحط شوية جلجلين. هذا البرجر متاعنا ان شاء الله يكون حصلت لكم الفايدة، وان شاء الله يا ربي نتلقاو في فيديوهات اخرين. سلامة.